السلام عليكم. أكيد طبعًا متابع الأخبار اللي بتحصل الفترة دي بتاعة الدهب طلع، الدهب نزل، الناس كلّها عمّالة تتكلّم على إزاي تحُط فلوسك في الدهب وإزاي تضارب وإزاي تعمل، وده فتح مواضيع تانية الناس ابتدت تتكلّم على الناس هتتجوّز إزاي، واللي عايز يتجوّز يجيب دهب إزاي، وإن لازم مش عارف أهل العروسة يتنازلوا عن حاجات، ولازم أهل العريس يقدّموا حاجات، وشوية مواضيع بتاعة الجواز اللي بتتفتح مع كل طلوع أو نزول لأسعار الدهب. أنا مش هاتكلّم على الدهب من ناحية اقتصادية، لإن أنا مش بتاع اقتصاد، ما بافهمش أساسًا في الاقتصاد، ما أقدرش أقول لك الدهب زاد ليه أو الدهب نزل ليه أنا هاتكلّم عن حاجة تانية، الجواز أو العلاقات أو الrelationship games. موضوع الدهب ده خلّاني أفكّر في حاجة، إزاي في أيامنا النهارده اللي المفروض فيها أسهل حاجة إن أنت تعمل فلوس، إحنا مش عارفين نعمل فلوس. أسهل حاجة إن أنت تعمل علاقات أو توسّع دايرة معارفك، أنت مش عارف توسّع دايرة معارفك. أسهل وقت ممكن تتواصل فيه مع ناس، الناس مش عارفة تتواصل فيه مع بعض. موضوع غريب، مش منطقي بأي شكل من الأشكال، يعني كل سُبل التواصل وكل سُبل التعارف وكل سُبل إن أنت تعمل فلوس موجودة، وإحنا برضه مش عارفين نعمل الكلام ده. لو أنت شخص دخلك الشهري أو ما بتدخّلش فلوس شهريًا بشكل كويس، فأعتقد إن آخر اهتماماتك هتكون الدهب عِلي أو الدهب نزل أو إيه طلع أو إيه نزل أو مين حصل إيه في الاقتصاد العالمي، أو تقعد تفكّر أنا هاتجوّز إزاي أو أنا هاعمل إزاي، أو إن أنت تبُص على إن الست المفروض تقدّم تنازلات عشان الجواز يتم أو إن الراجل يقدّم تضحيات عشان مش عارف إيه يحصل، كل الكلام ده المفروض فعلًا، فعلًا ما يبقالوش أي مكان في دماغك. لإن الأولوية اللي المفروض تكون موجودة في دماغك، واللي تكون شاغلة كل تفكيرك، أنت تقدر تحسّن دخلك إزاي، أنت تقدر تعلّي دخلك إزاي، لإن النهارده عادي ممكن تلاقي حد بيعمل $1000 $10,000 في الشهر، ممكن تلاقي حد بيعمل $1000 في اليوم و2000 دولار في اليوم، الأرقام دي يا جماعة مش بتتعمل بشكل كبير بس بتتعمل، في ناس بتعملها. طيب اللي بيعملها ده بيعملها إزاي؟ بيعملها بإن هو قدر يعلّي الskill set عنده، قدر يعلّي الskills اللي موجودة عنده، يتعلّم حاجات ليها احتياج كبير في السوق، قدر قدّام الاحتياج ده والمهارات اللي عنده يدخّل قصادها فلوس، فقبل ما تبُص على إيه اللي بيحصل في الاقتصاد، بُص على أنت مكانك فين دلوقتي، وقت ما هتقدر تعمل فلوس، وقت ما هتقدر تكون بتدخّل أرقام محترمة، هتقدر ساعتها تتكلّم في جواز، تتكلّم في أنت هتقدّم إيه، لإن من ناحية الdating game أو الrelationships 80% من الستات بيبصوا ل20% من الرجالة، طول ما أنت مش جوّه ال20% أنت في ال80% دي، فأنت هدفك الأول والأهم والأساسي إن أنت توصل لل20% دي، ال20% دي اللي هُم هيقدّموا للست status من ناحية أنت مين، بتعمل إيه، من عيلة إيه، دخلك إيه، هتضيف لها إيه في حياتها. الstatus ده هو هتضيف لها إيه في حياتها. أنت كراجل في ال20% دي، أنت بتبُص على حاجة اسمها abundance، أنت عايز حرية اختيار، أنا هاختار دي عشان عاجبني كذا فيها، أنا هاختار دي عشان عاجباني دماغها، أنا هاختار دي عشان عيلتها، أنا هاختار دي عشان شاطرة، أنا هاختار دي عشان سِت بيت ناجحة، أنا هاختار دي عشان تعرف تربّي لي أولادي، هنقدر نعمل بيت ناجح مع بعض. طول ما أنت ما دخلتش ال20% اللي فوق، ف للأسف مش هيبقى عندك الabundance إن أنت تختار وتروح وتيجي، وهتبقى مطحون في competition بشعة عشان خاطر تقدر تsurvive، تقدر تنجو بنفسك وتنجو باللي حواليك، عيلتك أو أيًا كان مين اللي أنت مهتم لأمرهم يعني. طول ما أنت تحت في ال80% دي ولسه بتsurvive لسه ما ركبتش القطر، ركّز على إزاي تبقى شخص ناجح، وهتلاقي مع نجاحك ومع إن شاء الله لمّا ربنا يفتحها عليك، وإن شاء الله لمّا تلاقي الدنيا بقت كويسة معاك، هتلاقي إن الabundance بقى موجود عندك، بقيت قادر إن أنت تختار وتقول أنا عايز كذا أو مش عايز كذا، أو أنا هاقدر أنا عايزها تشتغل أو مش عايزها تشتغل، طول ما أنت تحت في ال80% دي مش هيبقى عندك القدرة إن أنت تتكلم في أنا عايزها تشتغل أو مش عايزها تشتغل، لإن الظروف مش هتسمح لك بحاجة زي دي، ظروف الحياة النهارده مش هتسمح لك بحاجة زي دي، ولو أنت بتتفرج عليَّ دلوقتي مرّيت بتجربة كسرت قلبك، مرّيت بقصة حب، خرجت من علاقة خطوبة أو جواز كنت بتحبه وقلبك اتكسر، وأنت حاسس إن أنت موجوع دلوقتي، خلّيني أقول لك إن اللي أنت فيه ده أحسن حاجة ممكن تحصل للذكر، الكسرة دي
والوجع اللي أنت بتبقى فيه ده بعد ما بتخرج من تجربة فاشلة، بيبقى عامل زي بنزين مش 95 بنزين 98، بنزين 98 twin double turbo. البنزين ده لو اتحط في المكان الصح، واتحط في الحتة الصح، هتطير، هيركّبك الطيارة فعلًا، ولو اتحط في الحتة الغلط هيخلّي الطيارة تدوس عليك. أنا باشوف ناس بتخرج من تجارب، طبعًا أنت وأنت خارج من حاجة زي دي بتبقى للأسف فاقد السيطرة على نفسك، فاقد السيطرة على مخّك، فاقد السيطرة على تفكيرك، بتبقى شخص مشوّش بطريقة بشعة. ففي ناس بتتجه لحتة شمال أوي، ويبدأ بقى ينتقم من نَفْسه، وينتقم من اللي حواليه، ويدوّر على إن هو دور ضحية، وأنا هاوجع الناس وهاورّي الناس أنا ممكن أوجعهم إزاي. وفي ناس بتحُط الطاقة والغضب والوجع والألم ده في شغلها، في كاريرها، في إن هي تطوّر من نَفْسها، فقصاد ده بيبقى شخص بينفجر، حرفيًا بينفجر، بيروح في حتّة تانية. لو أنت الكلام اللي أنا قُلته ده ممكن يكون ضايقك أو لمسك بطريقة وِحشة بشكل من الأشكال، فخلّيني أقول لك إن العيب مش فيك ولا فيّا. للأسف ده الsystem اللي إحنا عايشين فيه النهارده، اللي معاه المادة هو اللي بيقدر يتحكّم. بُص، من أول مش مننا كأشخاص، من دول، من اقتصاد عالمي، اللي بيقدّم المادة هو اللي بيقدر يقول يا جماعة اعملوا كذا، ويا جماعة روحوا كذا، والناس ما بتبقاش عايزة تزعّله، لإن هو بيبقى مصدر الدخل للناس اللي حواليه. فطول ما أنت مش قادر تprovide للي حواليك، مش قادر توفّر للي حواليك، اشتغل لحد ما تقدر توفّر للي حواليك، وده يبقى كل تركيزك. أنا أقدر أبقى شخص أحسن إزاي، أبقى شخص ناجح أكتر إزاي، أبقى شخص شاطر في اللي أنا باعمله إزاي، أبقى شخص بيوفّر حياة للي حواليه. أنا باشوف إن أنت كذَكَر أكتر حاجة بتحسّسك برجولتك مش بقى الشنب والصوت التخين والزعيق والخناق والفورمة والعضلات وكل الكلام ده. أكتر حاجة بتحسّسك بقيمتك كذَكَر إن أنت توفّر حياة للي حواليك. فلو أنت مش مبسوط بالنظام أو مش مبسوط باللعبة، ما تلعبش، بس ما تجيش تشتكي بعد كده. يعني ما تاكلش دماغ الناس بإن هو السيستم وِحِش والنظام وِحِش، لإن مش أنا اللي حطيت السيستم ولا أنت اللي حطيت السيستم، إحنا اتوجدنا في السيستم. دورنا إن إحنا نتعايش مع السيستم ده ونطلع بأحسن نتيجة، وبعد ما تطلع بأحسن نتيجة وتبقى عندك قوة، ساعتها غيّر النظام وخلّي النظام بالطريقة اللي أنت عاوزها. عايز أسمع رأيكم في الفيديو ده، وربنا يفتح علينا كلنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.